هنبدأ يا جماعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. إن شاء الله النهاردة هنعرف السبلة اللي أنت ممكن تستعملها إن النباتات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهنشوف إن شاء الله وإحنا بنعبي في الزبل ده في التسميد فضلات الفراخ ده. وإن شاء الله ده كله هيبان معاكم في الفيديو ده، وهنعرف كل التفاصيل، جميع التفاصيل عن الفراخ. طبعا اللي الفراخ اللي قدامكم دي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، دي فراخ اللي هي البلد يا جماعة، اللي هي بتبيض، اللي بيبدأ عمرها سنة ونص. طبعا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، دي خلاص فضلات الفراخ يا جماعة. عمر عمر 20 يوم يا جماعة، عمر 20 يوم بالظبط تحت الفراخ بالشكل اللي حضراتكم شايفين هنا. بصوا يا جماعه، شويه سبله ملهمش حل كده شويه يا جماعه. بصوا احنا هنا يا جماعه واحنا شغالين، بصوا يا جماعه واحنا شغالين واحنا بنعبي في السبله هنا يا جماعه. احنا يا جماعه لسه بنعبي في السبله هنا يا جماعه. بصوا ها السبله يا جماعه. بصوا يا جماعه بعد ما لمناها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. عليك. بصوا يا جماعه دي السبله يا جماعه بعد ما لمناها، وهنا الباشا ده الباشمهندس ده بيعبي يا جماعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ها يا جماعه، طبعا يا جماعه الباشمهندس ده يقول لنا معلومه عن السبلة وبتعمل ايه يا جماعة بالشكل حضراتكم شايفينه ده. عرفنا بنفسك. اما بالنسبه للسبل يا اخوانا، السبل ده توابع. اولا تصليح بدايه الصبر، وثانيا وقت الزرع نفسه اللي هو ازاي. يعني هزرع شويه كيف مثلا، يفضل ان انا احط لهم قبل ولا بعد؟ قبل ما ابدا الجمع ولا بعد الجمع؟ لا يا فندم، اولا الجمع ليه دور قبل ما اول ما يتزرع، وليه دور بعد الصبر. اولا لو هتزرع استنى رمضان معلش.